الأكلة اللي كله بيحبها وبتفكرنا بزمان وطعم زمان، بس فيها غلطة كده احنا كنا دايما بنعملها غلط. يلا تعالوا نعملها مع بعض صح، بتركات وحركات زمان كده وريحة زمان وطعم زمان، وكمان للمستعجلين اللي عايزين يعملوا بسرعة. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير ما نبدأ به. معانا هنا كيلو لبن، كعبين زبدة، ومعانا كمان كوباية قشطة، أو لو عندك وش اللبن ممكن تستخدميه. ونقلب كويس جدا لحد ما يدوبوا مع بعضه، ونضيف لهم معلقة ملح صغيرة. لو أول مرة تتابعوني مطبخ سعاد، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وحطوا لايك عشان الفيديوهات تتشاف. ونبدأ نقلب خالص لحد ما كله يدوب مع بعضه ويبدأ يغلي. طبعا احنا كنا زمان نحط كله على البارد، وبالذات لو احنا بقى كمان بنعمله في فرن البوتاجاز مش بنعمله في الفرن بتاع زمان ده، فلازم نعمله كده علشان يطلع معانا مظبوط ويعمل لنا الوش اللي احنا عايزينه والطعم اللي احنا بناكله وفاكرينه كده من زمان. كل ما نقلبه اكتر وهو على النار، كل ما اللبن يتقل ويبقى كريمي كده، هيبدأ يخش في الغليان خلاص، تحس ان هو خلاص بقى سميك كده. هنغسل معانا كيلو اللبن كوبايتين 2.5 رز، ونغسلهم وننقعهم شوية قبل ما نضيفهم اصلا للبن. اول ما يبدأ يغلي كده نهدي عليه خالص خالص، ونصفي الرز ونجيلكم. الرز بتاعنا زي ما قلت لكم كوبايتين 2.5 على الكيلو اللبن، ونقلب مع بعضه شوية لحد ما ياخد غلوة على البوتاجاز مع اللبن. لازم يعني ايه، ما نشيلش على طول في الفرن. واول حاجة هنعملها هنولع الشواية الاول، ونحطه تحت الشواية الاول، مش هنولع تحت، ونسيبه في الرف اللي في النص. واول ما يبدأ ياخد لون من الوش بتاعه، تعالوا اوريهولكوا الاول كده ايه. نجيب حاجة ونشيله بقى، نولع الفرن ونشيله. خلاص كده بدأ يغلي، لازم نشيله بقى نحطه تحت الشواية. بسم الله. نزلنا تحت الشواية، وبعدين هيبدأ بقى ياخد لون ده. مش هنحرك الصينية خالص من مكانها، وأول ما ياخد اللون نولع عليه من تحت لحد ما يبدأ يستوي وياخد اللون والوش الحلو ده. نغطيه بورقة فويل ونسيبه في الفرن لحد ما يستوي خالص خالص خالص، وبعدين نطلعه بقى زي ما انتوا شايفين كده طري وعمل الوش بتاعه وريحته قلب الدنيا. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه. تعالوا بقى كده بعد ما برد شوية. طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة ومبتاخدش أي وقت، بس احنا اللي كنا متعودين ان احنا نحط كله على بعضه، لبن والقشطة والزبدة وكل حاجة وندخله فرن. بما اننا بقى الوقت بقينا بنعمله في فرن البوتاجاز في البيت، فطبعا لازم نعمله ايه بطريقة تانية عشان يطلع معنا نفس الطعم ونفس الريحة ونفس الوش اللي احنا متعودين عليه. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه، واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد. وقولوا لو عايزين كمان وصفات للمستعجلين تاني ولا إيه؟ خلاص كده. وشكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر. شكرا لكومنتاتكم الجميلة.